سؤال مهم، هي مصر جامدة ولا لأ؟ والسؤال التاني، هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جامد ولا لأ؟ هنخش في النقطة الأولى، هي مصر جامدة ولا لأ؟ مصر سنة 2011 عملت ثورة، ما كانش عاجبها الأوضاع، ما كانش عاجبها الحال، فعملت ثورة، وهي البلد الوحيد اللي عملت ثورة وخدت الرئيس بتاعها وحكمته. مصر في الثورة دي الشعب المصري كان عشان ظهر، طبعا أي شعب في الدنيا بيبقى فيه ناس كويسة وبيبقى فيه ناس فالناس بدأت عشان كل واحد يحمي منطقته ويحمي الشارع بتاعه، بدأت الناس ان هي تعمل لجان في الشارع. كلنا عملنا لجان اللي هي الأهلية، كلنا وقفنا مين اللي داخل مين اللي خارج، وكل واحد حمى منطقته. جينا بعد كده سنة 2013 عملنا ثورة على الثورة، اللي هو احنا بنعلي على نفسنا. يعني مثلا كأنك داخل مزاد، فالمزاد ده مثلا يعني وصل لحد 100,000، فانت قلت 110، مصر كلها قالت 110، فمحدش رد، فروحنا معليين تاني على نفسنا وقلنا 120. يا باشا طب ما هو تمام، طب احنا لا احنا عملنا ثوره على الثوره وعلينا على نفسنا، علينا على نفسنا وعملنا الثوره ومشينا في الثوره وانتظرنا وتحملنا، والدنيا زادت والاسعار زادت والدولار اتعوم، والشعب المصري برضو قاوم ومشي لحد لما الدنيا بدأت تتظبط. جينا دخلنا في حاجة اسمها كورونا وقعدنا فيها والعالم كله وقف، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نعديها. جينا بعد كده روسيا واوكرانيا، دخلنا في الحرب والعالم كله برضو اتغير والاسعار كلها اتغيرت، ومع ذلك الحمد لله احنا ماشيين ومكملين. فمصر جامدة ولا لا؟ لا، اعتقد ان احنا كده بالشواهد دي كلها ان مصر جامدة. نيجي على السؤال الثاني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جامد ولا لا؟ خلينا بس نتكلم في حاجه كده. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ده راجل من الجماليه يعني الحسين والازهر، يعني الغوريه والمسكي، يعني الناس اللي هي مصر الجميله. طيب الراجل ده لما جه مسك سنه 2013 كلنا كنا قاعدين نشوف ايه اللي هيتم وايه اللي هيحصل، ومشينا معاه ومشينا مع الاسعار وقلنا عادي، وقناه السويس والناس قالت تفريعه ومش تفريعه، والراجل فضل مكمل في وجهه نظره وفي تخطيطه للبلد. كان في موقف فارق جدا، لو الناس فاكره اللي حصل في ليبيا سنه 2017 لما جمعوا من اخواننا المسيحيين 21 واحد وداعش قتلتهم، زي ما احنا كلنا شفنا كان المنظر كان عامل ازاي. في نفس اليوم ده كان جه الرئيس، كان طلع في التلفزيون في مؤتمر وقال مصر ليها حق الرد في الوقت المناسب بالشكل المناسب. انا عن نفسي لما انا سمعت الجمله دي قلنا تاني رجعنا بقى للرد، وبقى قابلني لو حد رد. ما طلعش علينا تاني يوم الا لما كانت مصر داخله واخده حقها بالكامل وضربت داعش في ليبيا. وكان صراحه الموضوع تاني يوم يعني كنت بتتكلم بالليل، وهو اثناء ما كان بيتكلم الناس كانت شغاله، وانا كنت من الناس اللي كان في يقيني ان بقى قابلني بقى لو ردينا. ما احنا طول عمرنا نسمع الجمل دي ان احنا هنرد في الوقت المناسب بالشكل المناسب، ولا بنرد ولا بنعمل. طيب الراجل ده بقى جه بعد كده مشي، دخلنا في الكورونا، ودخلنا بعد كده في حرب روسيا واوكرانيا، والعالم كله كان بيعاني من الاسعار وكله كان بيعاني، واحنا عانينا مع الناس اللي بتعاني. بعد كده جينا دخلنا على موضوع حرب غزة. في حرب غزة طبعا كلنا شفنا كان ايه اللي بيحصل هناك في غزة، وكلنا شفنا اول حاجة لما جه الرئيس الامريكي ترامب جه مسك في اول السنة دي في يناير 2025، كان بيتكلم عن مصر ان احنا خلاص احنا هنطلب من مصر ان هي تهجر الناس عندها. كان الراجل بيتكلم كان كأنه كده بيملي علينا اللي احنا هنعمله، واحنا ناس ما عندناش الشخصية اللي هي تعترض. ما هو ده برضو في دماغه ان هو رئيس مجلس إدارة العالم. المعلم ترامب برضو ما هوش سهل ان لا مصر هتهجر. حتى في صحفيين سألوه قالوا له طب افرض مصر مثلا رفضت، قال لهم لا 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 لا. كان بيتكلم بيقين غريب. جه الرئيس المصري قال لا، وطبعا زي ما كنا عارفين اللي هي كان في 5 لأ قالهم برضو من ضمن اللقات، وفضل مصمم على اللقة بتاعته. دلوقتي الأحداث كلها والعالم كله حاليا في الصلح اللي بيحصل خلاص عندنا في شرم الشيخ، العالم كله بيتكلم عن موقف مصر واللي عملته مصر واللي عمله عبد الفتاح السيسي. المبعوث الأمريكي اللي جه هنا في التفاوض جه بيتكلم عن الوفد المصري في التفاوض اللي هو حسن رشاد، بيتكلم عليه كلام الراجل كان معجب بيه جدا.
وكان معجب جدا بالرئيس المصري. طب يا جدعان، هو احنا الرئيس المصري بتاعنا جامد ولا لا؟ اعتقد ان الراجل ده ابن الجمالية. اعتقد ان هو مش من الناس اللي هي السهلة. الراجل ده عارف بيعمل ايه كويس، عارف بيخطي كل خطوة ازاي. ناهيك طبعا عن موضوع سد النهضة. سد النهضة لما جه عمل مفيد توشكا، الناس كلها قالت ليه، وفي ترع اتعملت هنا واتعملت هنا في الصحراء ما كانش لها اي لازمة، والناس كلها بدأت تسأل وليه المصاريف وليه الترع وليه. وفجأة كده الترعة كلها تتملي، الدنيا كلها مفيد توشكا بالكامل اتملى. بحيرة ناصر بعد لما كان فيها نقص بقت فيها زيادة وفاض. يا جماعة، احنا بنتكلم عن حد شايف وحد فاهم ايه اللي بيحصل، وحد عنده نظرة لما بعد، ونظرة كبيرة لما بعد، مش يوم ولا 2 ولا سنة ولا 2، في نظرة بعيدة لما بعد. فهل الشعب المصري او هل مصر جامدة ولا لا؟ لا، مصر جامدة. هل الرئيس المصري جامد ولا لا؟ لا، الرئيس المصري جامد جدا.